السلام عليكم خياتي، السلام عليكم البنات، كيف راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما ووليداتكم وماليكم وكامل عائلتكم الصغيره والكبيره. حبيت نشكر كل المشتركات والاخوات اللي اشتركوا في قناتي وداروا لي جام وشجعوني. ان شاء الله ربي تلقاوها في ميزان حسناتكم. البنات انا عندي بزاف ما حطيتش فيديو، الله غالب سمحوا لي لظروف يعني العامه اللي انا قعدت بزاف ما كنتش نخدم، وليت للخدمه مع القرايه تاع الدراري وشويه لابريسيون ما لقيتش روحي. دوكا الحمد لله حبيت ندير هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا هذه لا باتيسري. درت حفله لبناتي، بنتي كان عندها لانيفرسير في الشهر اللي فات 30 نوفمبر. قلت لها بنتي الا خدمتي مليح وقريتي وجبتي نتائج ملاح راح ندير لك ان شاء الله حفله، ندير لك لانيفرسير انت يا خواتاتك. الحمد لله يعني جابت خدمت عيات وجابت، مام انايا ما جابوش كي عياو وما يجيبوش يعني نقاط ملاح فور نشجعهم وندير لهم الكوراج ونقول لهم هذه المره ما عليه الخطره الجايه تجيبوا خير وخير. ليسونسيال نشوفهم مساكن راهم يبذلوا مجهود وراهم يعياو ويسمعوا لي، يعني نقولها قراي تقرا نقولها حلي تحل. هذيك الدنيا ما فيها، ودائما شجعوا وليداتكم. وحبيت ندير هذا الفيديو سبيسيالمون للامهات اللي عندهم اولادهم يقراو، اللي كانوا سيرتو اللي كانوا يقراو العامين اللي فاتوا في الكوفيد والسنه، يعني ذاري ماشي مولفين بهذا السيستم تاع القرايه لا شارج. في الكوفيد كانوا هناك بزاف دروس يعني ما قراوهمش محذوفه، داروها لهم دخلوها لهم هذا العام. كانوا يقراو نهار ويريحوا نهار، هذا العام يقراو صباح وعشيه. يجوا مساكن العشيه خلاص كان يجي 3:30 كان يخرج 4:30. مسكين من العيال وزيد معايا يماه يغيرها وليدها تقول نخليه يريح، وهامليك الدروس راهم يتراكموا. نهار يجي سمانه ولا 10 ايام قبل الامتحان تنوض هذيك المراه تجري هي ووليدها، تكديس المعلومات، تراكم في المعلومات. مسكين ما يلقاش روحه يخدم قيس وشد مخه. لا اله الا الله محمد رسول الله. ليسونتيال نرجع للموضوع خياتي. سمحوا لي شويه عندي كي نكون نهضر عندي شويه السفل في الهضره تاعي، سمحوا لي. المهم النصيحه اللي حبيت نقدمها لكم، اختي الا ما خدمش وليدك في الفصل الاول، ياك ما خدمش في الفصل الاول ما توبخيش، لا للعقاب اللفظي والجسدي. كان بزاف اولياء السبان يا يلي فيك شوفوا ولد فلان، شوفي بنت فلان، شوفي فلانه واش جابت، شوفوا فلان واش جاب، تزيد تحطموا ذاك الطفل. الفصل الثاني يزيد يتحطم اكثر واكثر، غير من الاهانات والسب، وكان حتى اللي يضربوا ولادهم كان حتى اللي يلحقوهم للسبيطار، والله كان حتى اللي يلحقوهم للسبيطار. نعرف وحده قالها وليدها ما لابريش شحال جاب ما خدمش، ضرباته بكسرونه لصدرو، ضربوا به شحال وهما يديروا له في راديو في السبيطار ويجروا به من وكان مساكن بعيد الشر عليا وعليكم على وليداتكم على المؤمنين، كان حتى اللي يتحكموا ديابات من الخلعه من ستريس، وكانوا كاين. المهم خياتي لا للتعنيف اللفظي والجسدي، ما تعنفيش وليدك. شوفي وليدك كاين دراري ممكن انت ما قريتيهمش، ممكن نتوما تضيفوا فيكم نتوما الاولياء ما وقفتوش مع ولادكم. دوكا ماشي كيما بكري، لازم كل يوم توقفي مع وليدك، كل يوم تقراي معاه، تعاودي تقراي كيما قريتي بكري باش يفرحك وليدك ويجيب لك نتائج ملاح. ماشي كيما قرينا حنايا ما على بالهمش ما مالينا واش من سنه رانا نقراو وننجحوا ونجيبوا لهم هذاك الدفتر تاع النقاط ولبس علينا وكلش. دوكا لا تبدل الحال. دونك اختي الا وليدك ما خدمش في الفصل الاول ان شاء الله يخدم في الفصل الثاني. انت يا ركتيفي الاخطاء تاعك انت يا وليدك، ديري ما على باليش ورقه وستيلو قولي وعلاش وليدي ما جابش هكذاك، وعلاه لازم تلقاي السبه وعلاه. وفي الفصل الثاني هذاك الخطا تركتيفيه، تتجنبيه، تلقي حلول للاخطاء تاعك، سواء في طريقه دراسته، سواء في النوم تاعو، ما يسهر ما يرقدش بكري، سواء يلعب لك بالبورطابل بالطابلات. المهم تلقاي الحلول انت يا نفسك. كل طفل والكومبورتمون تاعو، كل تلميذ والكومبورتمون تاعو، ماشي كامل الدراري كيف ما تقارنيش. وعلاه قلنا ما نقارنوش على خاطر كل واحد والكومبورتمون تاعو، كل واحد كيفاه يفهم. كان يفهمها وهي طايره، كان حتى تعاودي له مرتين، كان حتى تعاودي له 10، كان حتى اللي تعاودي له 100 باش يفهمها.
المهم اختي الى ما خدمش وليدك في هذا الفصل ماهيش اخر الدنيا. الفصل الثاني والثالث ان شاء الله وليدك يخدم. والذكاء هذا حبيت نلحق لكم معلومه، ومعلومه يعني كما نقول معلومه صحيحه. الذكاء ماهوش كامل وراثي، تقولي ولد الطبيب يجي طبيب، ولد الاستاذ يجي استاذ، ولد القاري يجي قاري. لا كان بورسنتاج من الذكاء وراثي، وكان بورسنتاج الذكاء يكون مكتسب. كيفاه مكتسب؟ يعني وليدك يكتسبوا باليامات، يكتسب هذيك البورسنتاج تاع الذكاء، يعني نخدموا معاه نخدموا عليه، نستثمروا في وليداتنا ان شاء الله يا ربي. ثاني نقطه اللي راح نقولها لك في الفصل الثاني، هذا الفصل الاول وشويه طويل. الفصل الثاني سيداتي راهو قصير جدا، يعني سمحوا لي البنات كنت نصور حتى تكوبالي كتب لي بلي لا ميموار بلا. المهم لحقنا للنقطه الثانيه، كنت نقول لكم باللي الفصل الثاني قصير بزاف، يعني الدراري يدخلوا ان شاء الله من العطله الشتويه تقريبا هكذاك جهه 7 جانفي لا مانيش غلطه، يقراو هذوك 20 يوم تاع جانفي ويبداو الفروض والتقويمات. الفروض بالنسبه للسنوات الموين والليسي والابتدائي يبدو لهم التقويمات، يعني في فيفري تبدا الفروض والتقويمات. يعني وقت ضيق جدا، ومع الفروض والتقويمات راهم كل يوم يزيدوا لهم الدروس، يعني راهو يحفظ وراهو يكتب في دروس جدد. يعني الفصل الثاني قصير جدا، لازم نتعاملوا معاه بذكاء. كي يكمل الفروض في فيفري يدخل مارس يبدا الاختبارات تاع الفصل الثاني، وجهت ان شاء الله 17 مارس ولا يخرجوا ان شاء الله الدراري عطله الى حينا ربي وكنا من الحيين. المهم كيف نتعاملوا مع هذا الفصل الثاني، سيرتو اللي ما خدموش وليداتهم في الفصل الاول، يعني لازمك تكوني اجور كيفاه كل يوم يقرا وليدك الدرس اللي تكتب يتحفظ، المواد الحفظ والمواد الفهم كل يوم يحل التمارين. واستغلي هذه العطله تاع سمانتين، خليه يريح في النهار، يخرج يحوس، وديري له كل نهار على الاقل 2 ساعات 8 ساعه ساعتين يقرا فيهم. وش يقرا؟ اعطيله رياضيات، اعطيله الزائد العائل، سيرتو الاولاد ناقصين يعني في الرياضيات، اعطيله عمليه الجمع، العمليه العموديه، الطرح بالاستحفاظ، اعطيله تمارين تاع الكسور، حفظيله جدول الضرب مهم جدا، عن ظهر قلب يحفظه كل يوم، حفظيله يوم الاثنين، غدوة 2 و3، غير غدوة 2 و3 و4، يعني العدد الجدول تاعو تاع الضرب اللي يحفظه، وغدوة زيديله مثلا حفظ اليوم جدول الضرب تاع 2، وغدوة ديري له 3، وكي كمل يحفظ 3 شدي له تاع 2 و3، وغير غدوة هكذا، وانتي رايحة 2 و3 و4 حتى يحفظهم. جدول الضرب مهم جدا في الابتدائي للذراري باش يعرف يقسم، ما يحفظ جدول الضرب ما يعرفش القسمة. المهم واللغة العربية اعطيله النصوص، اعطيله يدير درس نص، اعطيله يقرا فقرات، يقرا نص صغير، يتعلم المفردات، يتعلم الضد، اعطيله اعراب كلمات بسيطه، اعطيله يعرب. المهم هذه العطله استغليها باش تعاوني روحك في الفصل الثاني تلقاي وليدك واجد. يعني القرايه ماهيش قرايه تاع لابريسيون تاع اخر سمانه ولا 10 ايام، القرايه راهي تاع كل يوم على الاقل 2 ساعات 8 ساعة كل يوم يقراهم الطفل باش يلقى روحه. الطفل الصغير لازمه الإعادة، لازم تعودي له باش يشد. المهم اختي ما ننساوش سيرتو الفرنسي لوليداتنا، وليداتنا ناقصين شويه في الفرنسي، نعاونوهم من المواد الاساسيه كما اللغه والرياضيات، كل يوم ديري له شويه فرنسي، اقراي له نصوص صغيره، علمي له البريزون الاتر الافواغ. المهم عاودي له هكذا ان شاء الله وليدك يلقى روحه. ونروحوا لنقطه واحده اخرى اختي ان شاء الله. حبيت نقول لك انت يا ام، والام راهي نعمه، الام راهي جنه لوليداتها لزوجها لدارها. باطاي مع وليداتك باطاي معاهم، يعني حاربي معاهم. هذه هي الدنيا دوكا ماهي سهله، ماشي كيما بكري اقراو وكل الساهل دوكا، لا دوكا شغل القرايه تباطاي باش يقراو ولادك، كل يوم وقفي معاهم باش يحققوا الهدف تاعهم. القرايه هي صح، ما وليدك كان ماهوش قاري الله غالب، سيتي معاه، حليتي، درتي كلش، جريتي، درتي له ليكور، وشفتي وليدك ماهوش تاع قرايه الله غالب،
بصح نتيا شديه دوكا الا ما قراش كما قلت لكم. دوكا الطفل الا ما قراش الا ما نجحش في القرايه وين يروح؟ راح يخرج للشارع. الشارع وهو صغير السن 11 12 سنه يحوزوه من ليكول يخرج للشارع. واش فيه الشارع؟ ما فيه والو، فيه غير دعاوي الشر حاشاكم، فيه غير المهلويسات وغير الحرام وغير حاشاكم. المهم على بالكم بكلش ما ندخلوش في مواضيع يطول فيها الكلام، وقلوبنا راهي موجوعه يعني من الحاله اللي لحقوا لها بعض اللجان. ان شاء الله ربي يهديهم ويهدي امه محمد كامل. المهم اختي دونك اقفي مع اولادك، اعطي لهم الوقت الكبير وهما الصح وهما الحاجه المهمه كاع في حياتك. استثمري في وليداتك، ما تضليش نهار كل وانتيه في التلفزيون، ما تضليش نهار كل وانتيه في التليفون، وكيجي العشيه وليدك عيان تنوضي تجري للكوزينه وتنوضي تجري للعشاء وتنوضي تجي لهذيك. لا راكي قاعده في الدار ماكش خدامه. مثلا نهضروا على المراه اللي راها قاعده في الدار، ديري شغلك كامل. كيجي وليدك قبليه، عسي وليداتك، عسي وليدك ولا بنتك، عسيهم، بداي معاهم، شوفي كرطاب، روحي ليه الكرطابل شوفي واش فيها، خاصو الدرس ما كملش كتبه بعثيه يسلف الكراس، يكمل الدرس تاعو يحفظ. المهم اعطي الوقت الكبير للتلاميذ الاطفال تاعك. المهم اختي راح نقول لك باللي ثاني كان العامل النفسي. الى الطفل ملقاش الراحه في الدار ماهوش راح يكون قاري وماهوش راح ينجح. كيفاه العامل النفسي هذايا؟ مشاكل الكبار يقعدوا بين الكبار، ما تدخليش وليداتك في مشاكل خطيتهم. ماشي تنوضي يجي راجلك مع العشيه تبداي ها ما كاش هذيك وتبداو كلمه بكلمه وتبداو تضاربوا وطفل مسكينه وقاعد يخزر والاخر ويتعمر قلبه. لا عندك هضره بينك وبين مولابيتك، بينك انتيا، سمحوني ما عرفتش كيف نقولها، بينك انتيا والزوج تاعك. غلقي على روحك شنبره يا اختي وهضروا بعقلكم وحلوا مشاكلكم غير بالعقل، بلا زقاء بلا عياط. ما تدخلوش وليداتكم في مشاكلكم. كانوا ولاد بزاف تلاميذ بزاف يتراجعوا في الدراسه بسبب مشاكل تاع الكبار، ومن بعد تولي انتي وراجلك ترجعوا تضحكوا فرات راح المشكل وكلش. بصح هو الطفل راه في نفسيته لداخل ما ينساهاش يرسخها في مخه ويرسخها في نفسيته. دونك اختي خذي حذرك في هذه النقطه. ثاني حبيت نقول لك الا راكي قاريه اختي عاوني وليدك انتيا، سيرتو راني نهضر على التلاميذ تاع الابتدائيه مانيش نهضر عن تاع الموين ولا والليسي، هذاك هضره واحده اخرى. يعني التلميذ الابتدائي والابتدائي هو الصح. الا دالك وليدك لاباس في الابتدائي عرف الرياضيات، عرف الفرنسي، الاتخ الافواغ الفيرب بريمي جروب دوزيام جروب، الحاجات يعني الاساسيه راح يكمل لك في الموين. بصح الا كان الابتدائي تاعو ناقص يعني ما عندوش باس صحيحه ماهوش راح يروح بعيد. المهم حبيت نقول لك الا راكي قاريه انتيا وعندك نيفو يعني تقدري تقري وليدك ثاني خرجي له الاختبارات، خرجي له السيجيات. كان بزاف الاستاذات والاساتذه بارك الله فيهم يعني وجزاهم كل ربي كل خير، عندهم لي باج في الفيسبوك يحطوا المراجعات، يحطوا الملخصات، يحطوا الامتحانات تاع السنوات السابقه وتاع السنوات هذه يعني كما نقولوا السنه هذه. يعني انت خرجي لوليداتك الامتحانات، خرجي لهم السجيات مسبقا يعطيه حل. سيرتو لا براتيك، سيرتو الجهات لا براتيك اعطيه، ماشي تخليه غير يحفظ الدرس برك. اعطيه له الورقه، اعطيه له تمارين واعطيه السيلو، خليه يكتب يحل باش يلقى روحه نهار الامتحان. ولا ما كنتيش قاريه اختي وديري وليدك ليكور، راهم كاين بزاف فيديوهات. وانا درت فيديو عن الاقتصاد، تقولي لي ما عنديش حق ليكور، اقتصدي نقصي من الكوزينه، نقصي من المصروف، تقدري تنقصي من بزاف حاجات ونحي شويه دراهم وديري وليدك ليكور. كل شهر نحي له انصام، خليهم غير ليكور تاع وليدك، زيدي له ليكور في الماده اللي خاصاته، مثلا خاصاته اللغه ديري له ليكور في اللغه، خاصاته الرياضيات ديري له ليكور في الرياضيات. وان شاء الله خواتاتي نكون افدتكم. وحبيت سيرتو ندير هذا الفيديو يعني باش نقول لكل ام، على بالي الامهات اللي ما يخدموش ولادهم شغل صدمه هكا تجيهم صدمه. وكاين حتى يعني الدار تسماط، الاب يشوف باللي راهو شاقي ويتعب على وليداته، القرايه ما كاش،
الام تشوف بنت اختها وليد جيرانهم جاب بقره نجح، وليدها ناقص ولا بنتها ناقصه، تتازم نفسيا. لا اختي ما تتازميش، وقفي للقدام ودائما كوني كما نقولوا ما تخزريش للور، وقفي شوفي خزري للقدام، خزري مازال فصل ثاني وفصل ثالث، وان شاء الله وليدك يقدر يريكيبيري ويقدر ينجح. وفي الاخير نقول لكم اخواتاتي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وسمحوا لي الى غلطت يعني في الهضره ولا. المهم حبيت نوري لكم هذا. المهم في الاخير اخواتاتي حبيت نوري لكم واش درت انا. حفله بسيطه لبناتي، شريتها كباتيسري، ما كاش الوقت باش نخدم، شريتها هكا هذه باتيسري صغيره، درت لهم قرعه تاع غازوز، شويه تاع الياغورت وشويه تاع حلوى. المهم نفرحهم حاجه بسيطه، يعني نقولهم بلي راكم خدمتوا وهذا ما كان، يعني نشجعوا وليداتنا. وفي الاخير اختي نقول لك تهلاي في روحك انت يا وليداتك، وكوني دائما امراه أخت صديقة لوليداتك، ناجحة صديقة، يعني تسمعي لهم ماشي تعيطي عليهم، ماشي تنفريهم منك، حتسي كيفاه تسمعي وليداتك، سيرتو اللي عندها البنات. احكي مع بنتك، قصري معاها، ربحيها، ديريها صاحبتك، وان شاء الله ربي يقدر الخير ونخليكم تصبحوا على خير، وكل عام وانتم بصحة وهنا. شاركة سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. Happy birthday to you, happy birthday to